اول حاجه هنحتفل بالصلاه على سيدنا محمد. جايب لكم النهارده شقه في الهانوفيل، شارع ورشه البلاط، غرفتين وريسبشن وحمام مطبخ. الربع الاولاني من شارع ورشه البلاط، مكان كويس قدام مدرسه الحياه. عندنا هنشوف اول غرفه في الشقه، هنرجع نشوف الريسبشن كمان مره. الغرفه دي تشيل معايا مثلا اوضه نوم اطفال، حاجه اسمها سمول سايز، حاجه جميله كده سنجل. الشقه يا جماعه سعرها بسيط جدا، بس الشقه 420,000 ده سعرها. استثمار سهل وبسيط، تقدر انت تستثمر فيه فلوسك، تقدر تسكن في الشقة فترة وبعد كده تجدد، تقدر تكمل فيها. 420,000 النهارده معرفش تجيبوا أي حاجة. خلاص أنا مديك شقة فيها عداد كهرباء وفيها عداد مية وعندك الغاز على باب الشقة وأسانسير وبوابة، وهتشوف الحاجات دي كلها دلوقتي في آخر الفيديو. ده الواجهة بتاعت اللي بتبص عليها الشقة اللي هي المدرسة، وهوريك واجهة العمارة وهوريك كل حاجة، متستعجلش. طيب بعد كده هنخش على المكان اللي هو الأوضة التانية. الأوضة التانية دي تشيل معايا أوضة نوم في المعقول برضو، سمول سايز. بعد كده عندنا حمام، الحمام بتاعنا برضو واسع في المعقول والتشطيب بتاعه كويس. كل اللي هتحتاجه ممكن تغير شباك ألوميتال لباب الحمام، حاجات بسيطة من دي، شوية إضاءة، الدنيا هتفرق معاك في الشقة بسم الله ما شاء الله. وبعد كده عندنا المطبخ برضو منفصل بعيد عن الحمام، يعني مش عشان اخش الحمام عدى على المطبخ، لا المطبخ منفصل لوحده. وتشطيب الشقة زي ما حضراتكم شايفين حاجة كويسة بسم الله ما شاء الله. طيب شوفنا كده غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ، وعندنا عداد كهرباء وعداد ميه خاصين الشقة. تعالى بقى ايه نبص، ده قدام الممر بتاع الشقة بتاعي، طلعت في مكان كويس يعني حاطط فيه فلوسك صح. ده المدخل بتاع العمارة، اسانسيرك شغال لحد الدور الأول. يا جماعة بجد الشقة دي فرصة وسعرها بسم الله ما شاء الله عليه 420,000 بس. عندك بواب واتحاد ملاك واسانسير وعدادات وشقة. تعالى بقى نتفرج على الشارع بتاع العمارة. ده احنا كده شفنا المدخل، ادي الواجهة، وده الشارع بتاع العمارة اللي انا همشي منه كل يوم. طبعا وانا ماشي في الشارع في مدرسة، شارع نظيف. الإمة بتاعت الشارع عندي هشوفها دلوقتي. انت في الربع الاولاني من شارع ورشة البلاط. اهم حاجة متنساش تصلي على سيدنا محمد وتحط لنا لايك وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لحد يمكن يكون محتاج الشقة ديت. على فكرة استثمار آمن كمان مرة. السلام عليكم، واعمل لنا متابعة.